المشاهدون الأكارم، طبتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار من تلفزيون دولة إريتريا نستهلها بأهم العناوين. فخامة الرئيس الأفريقي يستقبل مبعوث خاص للحكومة الأمريكية ويبحث قضية القرن الأفريقي. البلاد تشهد إصابة 27 مواطن بفيروس كورونا. شركة عنبر بابا تسعى جاهدة لتطوير أنشطتها. الصين تعلق المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية مع أستراليا. فرنسا وبريطانيا ترسلان قطعا بحرية باتجاه جزيرة جيرسي. ووزير الخارجية الأمريكي في أوكرانيا بهدف دعمها في مواجهة روسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل فخامة الرئيس أفورقي مساء اليوم في قاعة دندن مبعوث خاص للحكومة الأمريكية بشؤون القرن الأفريقي السفير جيفري فالتمان، وبحث معه قضية القرن الأفريقي. وفي اللقاء الذي استغرق أكثر من 4 ساعات، أكد فخامة الرئيس أفورقي للسفير جيفري استعداد إريتريا للعمل بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية لحل مشاكل القرن الأفريقي. من جهته أوضح السفير فالتمان لفخامة الرئيس أفورقي وجهة نظر الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بقضية القرن الأفريقي. وقد حضر اللقاء معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمان جبرآب. يذكر بأن فخامة الرئيس أفورقي عاد إلى البلاد صباح اليوم مختتما زيارته للسودان التي استغرقت يومان تلبية لدعوة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. والتقى رئيس السياسة أفورقي في الزيارة بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير الخارجية مريم الصادق المهدي، وبحث تقوية العلاقات الثنائية الإريتريا السودانية في كافة المجالات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس السياسة أفورقي والفريق أول عبد الفتاح البرهان في لقائهما على العمل لتمتين العلاقات الإريتريا السودانية المبنية على التاريخ والقيم المشتركة، واتفقا لتقوية الجهد لتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي تم التوصل إليه سابقا في مختلف المجالات. ووجه رئيس السياسة أفورقي والفريق البرهان دعوة مشتركة لمواصلة الجهد والتشاور الذي بدأ بزعماء المنطقة لجعل تعاون القرن الأفريقي واقعا ملموسا. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم السادس من مايو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 27 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 17 إصابة في الإقليم الأوسط و9 في إقليم جنوب البحر الأحمر، 8 منها في عصب وواحدة في رحيتة وإصابة واحدة في مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر. كما شفي 64 مريض كورونا، 12 من الإقليم الأوسط و52 من إقليم شمال البحر الأحمر. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3734، شفي منها 3602 وتوفي 12 مرضى، ولا يزال 120 مصاب يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة السادس من مايو 2021. قال مدير شركة عنبر بابا السيد جرماي أبرهي أن الشركة تعمل لتطوير أنشطتها بتقوية علاقاتها مع الشركات التي تعمل وكيلة لها. وأوضح أن الشركة التي تأسست في فترة الكفاح المسلح عام 1984 بدأت العمل بعد الاستقلال عام 1992 بتنظيم جديد، وأصبحت عام 1996 وكيلا لشركات تويوتا وياماها وكوماتسو اليابانية. وذكر أن عمل الشركة يتمحور في استيراد وبيع السيارات من شركة تويوتا، والقوارب ومحركات ضخ المياه من شركة ياماها، والآليات وقطع الغيار من شركة كوماتسو، إضافة إلى أعمال الصيانة العامة وتقديم النصح الفني، مشيرا إلى منح الشركة الضمان لسير 100,000 كيلومتر أو عامين للسيارات التي تستوردها.
وأفاد إلى أن نقل تقنية السيارات إلى المجتمع واستقرار الأسعار من ضمن أنشطة الشركة. وأوضح أن عمال الشركة هم من الخريجين في الهندسة الميكانيكية من الكليات والمدارس الفنية، ودربت 473 من أعضائها خلال 30 سنة في الميكانيكا والإدارة والتخزين، إضافة إلى دورات تدريبية أخرى لأعضاء الكليات ومركز دونغولو لتدريب القوات البحرية وصيادي الأسماك التقليديين وسائقي السيارات. وأشار إلى حصول الشركة على الشهادات التقديرية بالتنافس السنوي مع وكلاء شركة تويوتا في 175 دولة. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة دورة تدريبية في المونتاج الجرافيكي والمونتاج وتقنية الكمبيوتر والآداب ل3 أشهر ل232 عضو وطالب في معهد إرتريا للتقنية. وعرب عميد كلية الهندسة والتقنية في المعهد الدكتور كحساي نجوسي في مراسم التخريج التي جرت في 4 مايو عن يقينه لاستفادة المشاركين في الدورة من التدريب النظري التطبيقي الذي نظمه فرع ساوى مؤسسة التعليم العالي في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وقالت الشابة منصورة إسماعيل مسؤولة فرع ساوى ومؤسسة التعليم العالي في الاتحاد إن التدريب هو مواصلة للدورات التدريبية المقدمة في جميع الكليات للشباب حسب هواياتهم لإكسابهم المعرفة العلمية والمهنية لتطبيقه عمليا. ويفيد الاتحاد بأن فرع ساوى ومؤسسة التعليم العالي نظم دورة مماثلة الشهر الماضي ل314 شابا من مختلف الكليات، كما ينظم دورة تدريبية أخرى لحوالي 520 شاب. وأكد المشاركون في الدورة التدريبية على أهميتها في تسيير أنشطتهم. ويضم فرع ساوى ومؤسسة التعليم العالي في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة مدرسة وارساي كاولو الثانوية ومركز التدريب المهني في ساوى والكليات. قدمت وزارة الزراعة الفراخ ل 1180 أسرة في مديرية الدقيح بأسعار مناسبة. وأوضح مكتب وزارة الزراعة في المديرية أن الوزارة كانت قد قدمت الفراخ للأسر على دفعتين سابقا بهدف تحسين الحياة المعيشية وإيجاد مصدر دخل للأسر. وعربت الأسر المتلقية للفراخ عن ثقتها بإحداث الدعم تغييرا في حياتها المعيشية. مشاهدينا الكرام، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قررت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تعليق جميع الأنشطة في إطار الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا، وذلك إلى أجل غير مسمى. وذكرت اللجنة أن بعض مسؤولي حكومة الكومونولث الأسترالية اتخذوا مؤخرا سلسلة من الإجراءات لعرقلة التبادلات العادية والتعاون بين الصين وأستراليا بسبب عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي. ويعقد الحوار بشكل مشترك بين اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والوزارات المعنية لحكومة الكومونولث الأسترالية. وكانت الصين حثت الشهر الماضي أستراليا على السحب الفوري لما وصفته بقرارها الخاطئ بإلغاء اتفاقيات التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق بين حكومة ولاية فيكتوريا والجانب الصيني. كما حثتها على وقف التصريحات والإجراءات غير المسؤولة بشأن العلاقات الثنائية والتوقف عن فرض قيود غير مبررة على التعاون والتبادلات الطبيعية بين البلدين. قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كيلمان بون إن المناورات البريطانية بالقرب من جزيرة جيرسي لن ترهب فرنسا، فيما أعلنت البحرية الفرنسية توازيا مع ذلك أنها أرسلت سفينتين حربيتين باتجاه الجزيرة. وقال بون إنه تواصل مع ديفيد فروست الوزير البريطاني المكلف بشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأوضح له أن فرنسا لا ترغب في تعزيز التوتر، إنما بتطبيق اتفاق الصيد بسرعة وبشكل كامل.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمر بإرسال سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الملكية لحماية ميناء جزيرة جيرسيح، خشية من إغلاق تفرضه عليه سفن الصيد الفرنسية في تصعيد للنزاع حول صيد الأسماك في بحر المانش بعد بريكسيت. وتجمع نحو 50 قارب صيد فرنسيا للاحتجاج عند ميناء رئيسي تابع لجزيرة جيرس البريطانية في ظل تجدد التوتر بشأن الصيد. وتجمعت القوارب أمام ميناء سانت هيلبر للفت الأنظار إلى ما تعتبرها قيودا غير منصفة على قدرتها على الصيد في مياه المملكة المتحدة بعد بريكسيت. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكان إلى أوكرانيا لتقديم الدعم لكييف في مواجهتها مع روسيا في ظل التوتر المخيم منذ أسابيع عدة، ولمطالبة هذا البلد ببذل جهود على صعيد مكافحة الفساد. وبلينكان أول مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس جو بايدن يزور أوكرانيا، حيث يلتقي الرئيس فلوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين وكذلك ناشطين ضد الفساد ومن أجل الإصلاح. وقال مستشاره لشؤون أوروبا فيليب ريكر إن زيارة بلينكان تهدف إلى التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في وجه عدوان روسيا. وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين على تصعيد جديد في التوتر السائد بين روسيا وأوكرانيا منذ وصول سلطة مؤيدة للغرب إلى الحكم في كييف وضم موسكو القرم في 2014. هذا وأكد وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا أن التهديد في بحر آزوف الناجم عن إعادة انتشار القوات الروسية من بحر قزوين غير مسبوق. أطلق شركة سبيس إكس بنجاح المركبة ستارشيب لتكون النموذج الأولي الوحيد الذي نجا من اختبار طيران على ارتفاعات عالية. وتم إطلاق النموذج الأولي للمركبة ستارشيب من منشأة اختبار في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأمريكية. وعادت المركبة التي يبلغ ارتفاعها 16 طابقا والمزودة ب3 محركات إلى الوضع العمودي تحت الدفع الصاروخي عندما اقتربت من الأرض، حيث هبطت برفق على منصة الهبوط وفقا لما ذكرته رويترز. ويعد هذا الاختبار الخامس للمركبة ستارشيب والأول الذي يتم دون حدوث انفجار. وانطلقت 4 رحلات تجريبية سابقة لنماذج أولية لستارشيب بنجاح جميعا، لكنها انفجرت متحولة إلى حطام أثناء محاولتهما الهبوط. مشاهدينا الكرام، هكذا انتهت نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.